اهلا عم. ماشي. ما تضيف عندك بقى لازم تنزل. السلام عليكم. استاذ محمد. استاذ محمد حبيبي. كل سنه وانت طيب. ايه الاخبار؟ الحمد لله طيب محمد. مين ده؟ بكار. وفي بوجي هنا برضه. شكله صغير فول. شكله اتغير عن زمان. ايه الاخبار؟ الحمد لله والله الحمد لله نورني حمو. اول مره اجيلك الشقه ما شاء الله بصراحه يعني. حبيبي قبل ما نفرح بيك كده يا مساعد. نجيلك شقتك ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا معازيم معانا طبعا صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. أول حلقاتنا في رمضان، برنامجكم اللي تستنوه بعد ال30. هنا أسرة بقى كلنا، احنا ما حدش غريب، انتوا كلكم اخواتنا. المشكله ده انا مش عارف اجيب اسامي الناس اللي مشتركين عندي، مش عارف، ده جهل مني طبعا. مش عارف اطلع قائمه الناس عشان نسلموا عليهم اسم. ما احنا برضه فيه عشان نبقى اسم احنا هنتعب ويمكن ننسى حد، فانتوا كلكم اخواتنا وحبايبنا على دماغنا. مش عارف اجيبها بجد والله، بس احنا الحمد لله وصلنا لكام؟ 36 او 37. كنا حاجه و20 مشاهد. اخواتنا وحبايبنا برضه، واحنا قلنا والله لو واحد بس متابع او على دماغنا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير، كل حاجه حلوه بقى ان شاء الله، وربنا يدي كل واحد بقى ايه على قد اللي هو يتمناه، ويدي كل واحد على قد نيته، عشان الله في ناس كده ولا كده بقى ايه، ربنا يدي كل واحد على قد نيته. سلمنا على الناس وعملنا كل حاجه. ونسينا نقوله احنا اتاخرنا عليكم والله بسبب الشتاء، ما كناش عارفين نتواصل والله مع بعض يعني، بس طبعا احنا اول فرصه جت بقى في رمضان اهو، وقبل كل رمضان بنفكر في حاجه وناخد رايكم برضه. بنفكر نغير اسم الصفحه، فمش عارف انتوا رايكم ايه. نخليها بعد ال30 ولا نخليها محمد ومحمد ولا ايه؟ يعني مش عارفين، محتارين. قلنا بعد وكان في اسم تاني جميل قوي وهيبقى لايق، بس احنا كنا حاطينه بقى في الفود بلوجر يعني مش ويمشي برضه، بس مش هيبقى حلو هنا ولا هيبقى حلو؟ مش عارف نقوله للناس ولا حاسس يبقى مش حلو. لا خلاص مش عيب والله، مش عيب. بس كان على اسمه كرتون كده، بس مش هنقول سوقكم تخبينه بقى. احنا كبرنا على الكلام ده، بس هو كان فود بلوجر فعلا بنتكلم على الاكل، كان هيبقى جامد جدا، كان هيبقى حلو. بس هم خلينا دلوقتي في بعد 30 زي ما احنا، ولا محمد ومحمد، ولا مثلا جد في هزار او الهزار في الجد، حاجه هزار في هزار او هزار في هزار. عشان احنا مفيش حلقه بنتكلم لازم ندخل هزار جد. فهي ممكن تبقى هزار في هزار كده، ان احنا عادتنا فاني كده، وعادي احنا قاعدين مع بعضينا، احنا كلنا اسره واحده، مش بنفضفض والله، بنتكلم باريحيه معاكم جدا يعني. كان حلو اسمه فضفضه، بس احس اللي هو حد يبقى اخده. كان في لا كان في البودكاست بتاع معتز كده، مش هينفع عشان ما حدش يقول لك احنا بنقلد ولا حاجه. هو طبعا نشر والكلام ده بالظبط. شوفوا انت رايكم بقى بعد ال30 ولا محمد ومحمد؟ محمد ومحمد، انا حاسس محمد ومحمد حلو برضه. محمد ومحمد حلو صح كده؟ محمد مصطفى ومحمد عبد او احمد. لا فان شاء الله ممكن ايه، لو انتوا في الكومنتات يعني قلت لنا نختار ايه تمام، ما قلتلناش ممكن نرجع لمحمد ومحمد. اكتر اسم هنشوفه ايه الدنيا صوته بس عليه كده ان شاء الله. حد قال لنا عشان مش متابع معلش الصفحه، محمد اللي ماسك الصفحه ماسك الاداره كلها، كنا عايزين نعرف ايه في الشوارع اللي احنا نزلناها والزينه بتاعتنا في اسكندريه. ما حدش دعم خالص بجد والله، اتفرجوا بس كده بيتفرجوا، محدش بيقول اي حاجه، محدش بيعمل لايك ولا كومنت، ده ببلاش والله يا جدعان. لا مش هناخد منكم فلوس يعني، ده احنا قلنا حتى يعني، بس بحيث ان احنا والله بننزل لكم الحاجات ديت لما الشركه بتاعت رمضان بالظبط معاكم. يعني واللايك ده عشان يعني اكتر عدد من الناس تشوفنا، يعني بيساعدنا في الانتشار، يعني لو المحتوى عجبكم بيساعدنا في الانتشار، نكمل عليه. مش عاجبكم هنكمل برضه يعني. معلش قولوا لنا ايه يعني الحاجه اللي مضايقاكم مننا مش عايزين نعملها او نتكلم فيها، واحنا هنتكلم فيها يعني. احنا ايه الاراء بتاعتكم دي تهمنا. كان في واحد قايل لي لو في حاجه سلبيه احنا نصلح من نفسنا. كان في واحد قايل لي محتاجين ميكروفون. بس يعني ان شاء الله في الخطه الجايه كمان يا اخويا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. يعني يعملوا جمعيتين 3 كده. والله عشان نقول اسعار المايكات بقى ايه، وعشان احنا برضه لسه مش عارفين احسن حاجه ايه يعني. لو احسن حاجه تلاقي غاليه برضه الصراحه، مش هكدب عليكم يعني. انا قبل كده كنا سائلين اللي هو كان عادي، كان عامل 900 جنيه المايك، ده العادي مش احسن حاجه كمان. دي حاجه معديه 3 4000 و5000 و6000 والكلام ده.
ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله كده يا عم، ان شاء الله. ونجيبه كده. ممكن شركه دعايه ولا حاجه تدينا خدوا مايكات ايه يتكلموا خدوا كلام اه لا في شركه دعايه عايزين نعمل لها دعايه للمايك بتاعها مفيش مشكله. ان شاء الله. تليفونات برضك مش هنقول لا، احنا بنعمل هدايا عادي. شرابات، ملابس، اي حاجه شغالين. عايزين حضراتكم تشاركونا برضو في ايه الحاجه اللي احنا عايزيننا نتكلم فيها. يعني قلنا ايه الموضوع الجاي مثلا. اتفضلوا معانا يا جماعه. ده سحلب مش سوريا عشان احنا في رمضان، بس عشان الدنيا ساقعه فده سحلب يعني. اهلا. ماشي. ما اضيف عندك بقى لازم تنزلني. عارفه شايف يا عمو مع انك انت عامله عندي، بس برضك مقلل السكر. والله العظيم حلو السكر بتاعي حمام السكر خف السكر شويه. بس زي ما محمد كان بيقول فعلا احنا ساعات بيجي لنا وقت مش لاقيين مواضيع نتكلم فيها، مش لاقيين حاجه نتكلم فيها، وخايفين نعملوا حاجات تانية مثلا كمثال احنا بنتكلم بقى ان الشعب في اي ترند طالع، الدنيا كلها بتتكلم، كله بيتكلم في الترندات بنحبكم ومميزين بيكم فاحنا عايزين نبقى بالظبط. ده المحتوى بتاعنا مخصوص بينا احنا، مش عايزين نقلد حد. احنا اسهل حاجه ممكن نجيب فيديوهات ونضحك عليها ونتريق عليها والكلام ده رياكتات والكلام ده. بس كلها بتعمل رياكتات، كلها بتعمل كده. وبعدين ممكن معيش في الكلمه عملنا رياكت والكلام دوت مثلا، ممكن جزء من الناس يستلطفنا ويحبنا، وممكن جزء من الناس يقول لك لا ده دمهم تقيل ما يحبناش. لا غير كده حمو اقول لك حاجه، ما انا فكرت برضك في الموضوع دوت. احنا لو جبنا سوري يعني البنات اللي بيطلعوا على التيك توك ولا الكلام دوت كده وهنيجي نتكلم عليهم واحنا بنعرضها احنا بناخد ذنب. احنا مش عايزين ناخد ذنب. احنا ممكن لو في موضوع مثلا وفي حريم هيبقوا عاملين نغمشه عليها بلوره كده على الصوره، بس مش عايزين محتوانا كله يبقى بنات. مش عايزين بقى ما اسهل حاجه بقى الرقصات ونقعد نتريق واللي انت بتعملي دوت يا وليه مش عارف ايه، وانا دمنا خفيف وهاف فن وناس كتير قوي هيحبوا المحتوى دوت. بس احنا لا مش عايزين. احنا لو اتكلمنا برضه عن الحيوانات والحاجات دي في ناس ياما قوي برضك حبايبنا واخواتنا عم بيتكلموا عاملين هزار. زوكا حبيب قلب زوكا، انا ما اعرفكش اول مره انت تبقى المعامله كده يعني، بس انا من متابعينك. الراجل ده برضه يجي يجيب الحيوانات يقعد يتكلم الصراحه بيعملها عسل. فانا مش هينفع نخش على شغل بعدين. وفي برضه اخويا سامح حدوته برضه بيعمل كده. لا بس مش عشان الحيوانات بقى، ده بيجيب ايه فيديوهات تحمل بتاعت بره مثلا واحد تخين مثلا وجاي يركب على جاموسه مثلا في الفلاحين في اليابان مثلا ولا حاجه ويجوا عليها هو بيضحك عليها الصراحه وضحكته عسل. بيضحك بس ايه؟ بيضحك ويتكلم يقول لك ايه يا خرابي هو الجاموسه هتتفطس مش عارف ايه. احنا ممكن نعمل الحاجات ديت وهتبقى تريقه وتنمر واحنا مش عايزين نعمل حاجه غلط والله. احنا كلنا عيوب يعني مش عايزين نتنمر على حد عشان ما حدش يتنمر علينا. بس هتبقى اسهل حاجه اللي احنا نعمل بالظبط استخفاف بالناس وكده. لا حرام. احنا قدامنا كذا مجال اللي احنا ندخلوا فيه، في الهلس، في الضحك، في التنمر، في التريقه، في كل حاجه. بس احنا مش عايزين الكلام دوت، عايزين حاجه باحترام. عشان مثلا كمثال لو في اطفال بيشوفونا، في حريم بتشوفنا، اخواتنا برضه بالظبط، ما حدش يبقى خايف اللي هو يتفرج على الفيديو بتاعنا ويقول لك ممكن مثلا يطلعوا صوره بنت يقولوا كلمه حقيقيه يقولوا حاجه. لا احنا مش عايزين الكلام دوت. احنا زي ما عايزين اخواتنا وامهاتنا ومراتاتنا اللي هم يشوفوا حاجه كويسه، احنا برضه عايزين بنعرض الحاجه الكويسه اللي نتمنى اللي جميع الفئات العمريه تشوفها. اكيد طبعا. قاعدين بتهزروا مثلا احنا مقبولين عندكم، يبقى انت قاعد بتتفرج مع عيالك علينا كده تبقى الدنيا حلوه لذيذه يعني. مفيش لفظ كده ولا كده. عشان دلوقتي يعني ربنا يهدي الجميع كله دلوقتي بقى بيقولوا الفاظ مش عايزين نقولوها يعني، بيبقوا فاكرين ان هي عادي. بيدخلوا هزار في الحاجات دي. بيدخلوا هزار بقى فاكر الناس اللي هو جامد وبتاع والكلام دوت، ودخلوا الحاجات دي مش حابينها. احنا شخصيا مش حابينها. اهم حاجه بس نرجع لموضوعنا اللي انتوا ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. هنتكلم فيها بجد في الهزار بطريقتنا العاديه. نتكلم عن المدير في الشغل مثلا، الشغل بقى، البيت، مشاكل البيت، مشاكل العيال. شوفوا انتوا حابين ايه واحنا ان شاء الله معاكم يعني. اكتبوا كومنتات او ابعتوا لنا رسائل واحنا كومنتات تبقى سهله على كله يعني. كومنتات ممكن لو حد حابب اللي هو عايز يكلمنا ماشي. احنا ممكن صفحتنا تبقى في الفضاء عامه يعني. يعني نتكلم في مواضيع نخش على الصفحه بتاعت الفيس او عادي او الصفحه بتاعت الشغل، مش مشكله بتاعتنا احنا كده مش هنبين حد. تيك توك الصفحه بتاعتنا بتاعت تيك توك عادي يدخلوا يبعتوا لنا مثلا في مشكله مع حد حب يحكيها لنا، ممكن نلاقي لها حل.
ممكن على الاقل هديك لو انت مثلا ايه خد بالك بهزار نقعد نفسيها كده ايه نفضفض كده بالظبط. انت مثلا واخد قرار خلاص انا عندي مشكله مع الشخص الفلاني او هسيب الشغل دلوقتي، لا ما تقلقش احنا هنيجي معاك نتعارك منين تقلقش. مستنيين رسائلكم ومستنيين كومنتاتكم وتستناش الجرس واللايك والكومنت والشير وكل الكلام ده، وفي انتظاركم بقى. مع السلامه.